الجلاش الحلو من اساسيات رمضان. هنعمل النهارده الجلاش الحلو بطريقتين، يلا بينا. بس قبل ما نبدا تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لي لايك، عاوزين نوصل ل1000 مشترك خلال رمضان ان شاء الله. فاتمنى تدعموني وتعجبكم الوصفه وتجربوها. يلا بينا على طول ونبدا في المقادير اللي معانا. اول وصفه اللي معانا جلاش بالقشطه. اول حاجه هنبدا بيها تحضير القشطه اللي معانا عشان تبقى بارده شويه لما نيجي نستعملها. هنجيب كوبايه ونص من اللبن، عليها 3 معالق كبار من النشا مليانين. هنضربهم كويس قوي على البارد عشان النشا ما تتكتلش معانا، وهنرفعهم على النار. بعدها بشويه هننزل عليها بظرف من الفانيلا او باكت من الفانيلا، وممكن نقطه من الفانيلا السائله، ونفضل نقلب فيها كتير لحد ما تلاقي القوام معاكي تقل، وبعد كده تركنيها على جنب. نيجي بقى نجيب الصينيه اللي معانا، نحط فيها حبه سمنه حلوين كده عشان الجلاش ياخد لون من تحت وكمان ما يلزقش معانا. هنوزع السمنه في الصينيه كلها، هنوزع السمنه كلها من تحت ومن الجوانب عشان الجلاش بتاعنا ما يلزقش في قلب الصينيه، وكمان ياخد لون حلو كده ذهبي. بعد ما هنوزع السمنه كلها مع بعض هنبدا بقى نرص فيها الجلاش. رص الجلاش بترصيه باي شكل انت عايزاه، عايزه تحشيها وتعمليها رول وتحطيه في الصينيه براحتك، عايزه تعمليه بالشكل اللي انا بعمله براحتك. احنا هنحط ورقه من الجلاش في كل جنب كده، نص الورقه هنحطها في الصينيه والنص التاني بره. هنكرر العمليه دي في يمين الصينيه والشمال، يعني تحطي ورقه الجلاش نصها في قلب الصينيه ونص التاني بره. ونيجي بقى بعد حوالي كده 6 ورقات 7 ورقات عشان يبقى الطبقه اللي تحت حلوه كده وكتيره. هنبدا نحط اخر ورقتين ونحط معاهم شويه سمنه، وبعد كده هننزل بالحشوه القشطه اللي احنا عملناهم، اللي هي مكونه من ايه؟ كوبايه ونص من اللبن، عليها 3 معالق كبار مليانين من النشا. هنقلبهم كويس قوي على البارد، وبعد كده نحطهم على النار وعليهم باكت من الفانيلا. وممكن تحطي عليها شوكولاته بيضه، ممكن تحطي عليها كريم شانتيه اللي هي البودر، وتقلبيهم مع بعض. عايزه اقولك الشوكولاته البيضه هتخلي طعمها حلو قوي. لو مش متوفره استغنى عنها عادي. وبعد كده هنركنهم بقى يبردوا شويه، وننزل عليهم بالحشوه اللي احنا عملناها اللي هي القشطه الكدابه في نص الجلاش اللي احنا عملناه. وممكن تضيفي كمان اللي هي القشطه الجاهزه من بره، تجيبي علبه كده وتحطيها عليهم. بس لو مش متوفره دي بابسط التكاليف والمكونات. هنقفل بقى عليها النص الجلاش، الورقه اللي احنا سايبينها من بره هنقفل عليها، وما بين الورقه والتانيه هنحط سمنه بتخليها مورقه، وكمان عشان تاخد لون حلو كده وتبقى مورقه معاكي وحلوه. هنقفل البقيه الجلاش بنفس الطريقه ونحط سمنه، بس اخر طبقه في الجلاش ما تحطيش فيها سمنه عشان تعرفي تقطعيها كويس، لان انت لو حطيتي فيها سمنه وانتي بتقطعي هتلاقي ايدك عمال يلزق فيها الورق والسكينه كمان، ومش هتعرفي تمشي بيها، فهتلاقي صعوبه في كده. فانتي باخر ورقه ما تحطيش فيها سمنه الا لما تقطعيها بقى بالشكل اللي انتي عايزاه، وبعد ما بتقطعيها باي شكل بتحطي عليها السمنه من فوق بقى، وتحطيها بالراحه برضو عشان الورق ما يقعدش يلزق فيكي، يلزق في اللي هي الفرشه دي. وبعد كده هنوزع برضو السمنة على الحروف كويس. عايزة اقولك هتدخليها فرن سخن جدا في الرف المتوسط، هتاخد معاكي تلت ساعة نص ساعة ل5 دقايق كده. في الرف المتوسط هتاخد لون من تحت ومن فوق، بس دخليها فرن سخن. ونيجي بقى نعمل النوع التاني اللي معانا. هنفرق ورق الكلاش بالشكل ده، هنحط فيه سمنة كده خفيفة من فوق عشان لما نحط حشوة المكسرات اللي احنا عملناها واحنا بنلف الورقة ما تقطعش مننا بسبب السمنة. هنحط بقى اي حشوة عندك، عايزة تحطي جوز الهند، سوداني، زبيب، مكسرات لوز، بندق، بصي اي مكسرات عندك حطيها. وممكن تلفيها كده وهي فاضية، عايزة اقولك طعمها وهي فاضية بتبقى حلوة برضه. فانتي حطي بقى الحشوه اللي انت عايزاها. عايزه اقولك انت ممكن تحشيها شوكولاته بس تقفليها كويس عشان الشوكولاته ما تخرجش بره. وهنقفل الورقه كده بالراحه عشان ما تتقطعش معانا، وهنقفلهم ونجيب الصينيه بتاعتنا تكون مدهونه برضو زيت حلو من تحت عشان تدي لون حلو من تحت برضو، وما تلزقش معانا الجلاش بالشكل اللي قدامنا دوت. وهنحط فيه بقى ورقه الجلاش معوجه بالشكل ده. عايزه اقولك ان انتي تقدري تلفيها بالطول، انا مره لفيتها بالطول ومره تانية لفيتها بالعرض، برضو بتخليها نفس مع التانية فرن سخن، بتاخد برضو معاكي تلت ساعه نفس المده. وبتطلعيهم بتسقيهم الشربات. انا الشربات دوت كنت مستعمله عندي. الشربات تقدري تعمليه بايه؟ كوبايتين من السكر عليها كوبايه ونص من الميه، بتسيبيهم على النار 5 دقايق يغلوا، وبعد كده تعصري عليها نص ليمونه وتسيبيها تغلي غلوتين وتدفي عليها وتسيبيها يبرد تماما.
دي مقادير الشربات. وهنكمل بقيه الكميه اللي معانا بالشكل ده، وهنحط برضو على الوش سمنه عشان تاخد معانا وش من فوق وتقرمش كده وتاخد اللون الذهبي، وهندخلها برضو الفرن السخن زي ما قلت لكم، وهسيبها. وبعد ما تطلع هسقيها بالشربات اللي معانا. وده شكل الجلاش بالقشطة بعد ما خد اللون من تحت، خد معانا حوالي 25 دقيقة. وبعد كده سقيناه بالشربات. عايزة اقولك شكله تحفة وريحته كمان اللهم بارك كانت حلوة، جربيها تعجبك قوي. وبعد كده هتسيب الجلاش بالقشطة بالذات لازم تسيبيه يبرد عشان خاطر تلاقي القشطة كده طعمها، تدوقي طعمها القوي فيها كده، عشان لو انت كلتيها وهي سخنة هتلاقي القشطه معاكي سايله، هيبقى طعمها حلو بس هتلاقيها سايله كده مش نفس الطعم بتاع بره. لما تسيبيها تبرد هتلاقي نفس طعم بره بالظبط. وده الجلاش القشطه اللي معانا. ده التاني بقى اللي هو الجلاش من المكسرات. ده شكله بعد ما طلع عايزه اقولك حلوه قوي، واخد لون جميل وهيعجبك قوي. وكده خلصنا الوصفات اللي معانا. اتمنى تدعموني بالاشتراك في القناه وبلايك وكومنت كده حلو زيكم، وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده. باي باي.